غادي تصدم الا عرفتي علاش الواتساب وبزاف ديال التطبيقات فابور وما كتخلص فيهم والو. خليني نقول لك واحد الحاجه غادي ترون لك الدماغ ديالك. ملي كتستعمل شي تطبيق فابور فراه ماشي انت هو الزبون، انت هو المنتوج. انستغرام فابور، فيسبوك فابور، ويز فابور، ولكن علاش هاد الشركات كتسوى قيمتها مئات المليارات دولار؟ حيت بكل بساطه هما اللي كيبيعوك ماشي العكس. الانتباه ديالك، التصرفات ديالك، الاختيارات، المخاوف والاسرار ديالك، كل شيء كيتباع. كل ثانيه كدوزها وانت كتقلب على شي حاجه، كتوقف كتكليكي ولا كتكتب، هاد الشيء كيتسجل. كل حاجه كدوزها ما عجباتكش، كل جيم وحتى داك الشيء اللي ترددتي فيه واش تشوفه ولا لا، كل شيء كيتجمع عندهم. وهاد البيانات كامله كتسوى الذهب، ماشي حيت عارفين شكون انت، ولكن حيت يقدروا يتوقعوا شنو غادي دير من بعد. هذا هو نموذج التجاره ديال القرن 21، نقدروا نسميوها رأسمالية المراقبه. هما ما محتاجينش يبيعوا لك شي منتوج، ولكن محتاجين يبيعوك انت، المعلنين والمستشارين السياسيين والصناع المنتوجات. غادي دير فيها قافز وتقول لي واخا يطلع لي اشهار ما غاديش نشري. غادي نقول لك هما ما محتاجينكش تشري، محتاجينك غير تبقى. كل ما بقيتي كتر، كل ما قدروا يبيعوا بزاف ديال الاعلانات. كل ما تفاعلتي بزاف، كل ما تعلمات الخوارزميه منك كتر. وكل ما تعلمت الخوارزميه منك كتر، كل ما ولات تتحكم فيك اكثر. وما غتبينش ليك الحقيقه وما تبينش ليك الواقع، غتبين ليك غير اللي يخليك مدمن وكيغذي الغضب ديالك وكيزيد القلق ديالك. وهذا الشيء كيحول التصفح ديالك للربح، وحتى الصمت ديالك كيساهم في النجاح ديالهم. واش تقدر تخلي شي واحد غريب يدخل لدارك كل صباح ويقول لك شنو تلبس، شنو تكره وشنو تشري؟ بطبيعه الحال لا. ولكن راه هذا الشيء بالضبط اللي كيدير التليفون ديالك كل نهار. بقاو معايا الحلقه الجايه غادي نوريكم بالضبط كيفاش هاد التطبيقات كتستعملكم بحال السلعه، وشنو تقدروا ديروا باش ترجعوا السيطره على حياتكم الرقميه. بغيتكم تكتبوا لي في الكومونتير واش فايت فكرتوا ولا دويتوا في شي حاجه وبدات كتطلع لكم غير هي في مواقع التواصل الاجتماعي، وشنو هو اكثر تطبيق كتحسوا انه كيتجسس عليكم.